ما فيش وقت يا حبيبي للزعل ولا الاكتئاب ولا كل الكلام ده، ما فيش وقت ان انا اقعد ازعل على حد او احزن على حاجه راحت مني او اقعد اخاف من حاجه. كل الوقت دلوقتي للشغل بس، اشتغل يا حبيبي. الكلام ده بنسمعه كتير او بنحب نقوله كتير، بس في الحقيقه الكلام ده مش حقيقي خالص. الكلام ده لا يمت الواقع بصله. طيب ليه بقى الكلام ده غلط؟ فلنفترض ان ده محمد، لا مؤاخذه يا حاج محمد معلش، دلوقتي محمد حزين، بيمر بضيقه نفسيه، مش مبسوط، تعبان، بس محمد في وراه حاجه ملزم انه يعملها، لازم انه يعملها، ما ينفعش تتاجل. فهل بقى وقتها نقول له سيبك من الحزن ده ومشاعرك وتخطاها ولازم تعمل حاجه اللي وراك؟ والله الكلام ده صح وغلط. كل المشاعر دي تدل ان انا بني ادم، ان انا عايش، مش ان انا ضعيف. بس برضه ما ننساش بيت الامام الشافعي لما قال: ده الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء. يعني زي ما انا بني ادم برضه بحس وعندي مشاعر وكل الحاجات الجميله دي، ما اخدش كل حاجه برضه في نفسي قوي وان الدنيا جايه عليا وان انا مضطهد والكلام ده. لا، اسيب الدنيا تعمل اللي هي عايزاه، والدنيا كده كده هتمشي زي ما هي عايزه مش زي ما انت عاوز، واسعى واشوف ورايا ايه، والمهم اركز على المهم.